قرار حكيم اتخذ بعد فضيحة تلك المدرسة القرآنية بالرقاب، التي فيها إمام جامع متزوج زواج عرفي بثانية قاصر، ويتحرش بالذين يرتدون تلك المدرسة التي بها مبيت للأطفال. فالقرار الحكيم هو إدراج مدارس تحفيظ القرآن ضمن الرابطة القرآنية التي يجب أن تخضع لوزارة المرأة والطفولة. الآن يجب على وزارة المرأة والطفولة أن تشرف على البرامج التي تدرس في تلك المدارس القرآنية. فلا مجال في تونس اليوم دمغجة الأطفال أو الناس بالمذاهب الإسلامية، أو دمغجتهم بما يمنعهم عن الحياة الطبيعية، الحياة التي فيها إضافة وفيها مواهب وفيها فنون شتى. فهذه المدارس القرآنية من الأفضل أن يكون في الهيئة المديرة التي تديرها أن يكون هنالك معلمون أو أساتذة متقاعدون، فهؤلاء المربون هم الأفضل لإدارة تلك المدارس. والمدرسة القرآنية يجب أن يكون ضمن نشاطاتها المدرسة القرآنية التي تقتصر فقط على تدريس تلاوة القرآن هي مدرسة هي ميتة ولا تنمي الإنسان، فالقرآن هو دين الحياة، فالله أرسل أنبياءه لأجل الحضارة والحياة، الحياة التي فيها إضافة وإبداعات. فالقرآن هو دين لأجل الحياة وليس لأجل حياة الظلام. وقد منذ يومين نشروا أن السلطات التونسية اعتقلت شيخا كويتيا أحدث في الجنوب التونسي في قفصة ومدينة أخرى مدرسة قرآنية بها مبيت للبنات والأولاد والأطفال لأجل تدريسهم مذهب يسمونه مذهب الزيدي. هؤلاء الأطفال المساكين يعلمونهم يدمغجونهم بذلك المذهب ويعلمونهم القرآن فقط، يدرسون القرآن ثم ينامون، لا غير، لا شيء حول نشاطات الحياة. فيجب على وزارة المرأة إجبار هذه المدارس القرآنية بفتح نوادي رسم مثلا أو نوادي فن، بما فالقرآن هو أخلاق عامة قبل كل شيء، هو أخلاق وهو محفز للشفاء النفوس من أمراضها، الأمراض النفسية، وهو محفز للحياة والإبداعات كلها. فلا يجب أن يقتصر فقط على تدريس القرآن في تلك المدارس. تلاوة القرآن دون فهمه هو مدمر للناس. يجب قراءة القرآن بوعي من أجل الاستفادة منه، الاستفادة في التنمية النفسية والجسدية. ولذلك على وزارة المرأة أن تعير اهتمام لتوحيد هذه البرامج، برامج المدارس القرآنية، وإقحام
وإجبارهم على فتح نوادي مثلا للرسم أو لأشياء أخرى كالموسيقى. فالقرآن هو متناغم مع الحياة، لا متناغم مع الحياة. فعلى الرئيس رابطة تحفيظ القرآن أن ينهي هذه البرامج الغير متوافقة مع شخصية التونسي المعتدل، التونسي المقبل على الحياة، التونسي الذي يحفظ القرآن ويبدع في مجالات أخرى مع القرآن. فالقرآن ليس تلاوة فقط، وهذه المدارس يجب أن توجد. فتلاوة القرآن، فالإنسان في الكون هو خلق بالكلمة، وأن المسابر الفضائية بدأت اكتشافات جديدة تغير المفاهيم القديمة للعلم، بأنهم لم يجدوا حافة للكون. فالله خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الشمس بالكلمة، والإنسان يتواصل مع كرة الوعي العظيم مع الله بالكلمة. ولذلك نطق الآيات القرآنية ونطق الحروف السليمة هو يجعلك تستفيد من تلك البركات، يجعل خلاياك تستفيد من تلك البركات للآيات المقدسة التي أنزلها الله على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. فالعديد استطاعوا عن طريق الدعاء وقراءة القرآن على الماء وشربه استطاعوا أن يشفوا من العديد من الأمراض، وأهمها الأمراض النفسية. فمهم جدا تحفيظ التلاوة السليمة والنطق السليم للقرآن، لكن يجب قراءته بوعي لأجل الاستفادة منه. فنحن نتواصل، فنحن طاقة تتواصل مع الله عن طريق طاقة الكلمة الواعية. الوعي يجب مع الكلمة، يجب الوعي، فيجب أن نقرأ القرآن ندرك معانيه في وعينا لأجل أن نستفيد منه نحن وخلايانا. والسلام عليكم.